السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. طيب ممكن أتداخل مع الشيخ رامي عيسى؟ نعم، انت شيعي صح؟ اي نعم. اسمك ايه؟ أحمد الجعفري مكتوب. ايوه السلام عليكم. احمد الجعفري. تتدخل في نفس موضوع الحلقة؟ أنا اي نعم نفس الموضوع، وأيضا عندي سؤال إذا سمح الشيخ. اتفضل. أنا مع الشيخ ولا مع منو؟ رامي معاك. حياك الله شيخنا، كنت أنتصر لكن دا أحصل رفض فمو مشكلة. طيب احنا موضوعنا عشان اليوم مشغول يعني. الله سبحانه وتعالى يقول اي نعم شفت إثبات فإن عدالة آمنوا. الصحابة. نعم. لا الله سبحانه وتعالى موضوعنا مع آية قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: يا أحمد الجعفري محاور عقائدي. أنت كاتب على صفحتك كده شاب أكاديمي صحيح. محاور عقائدي. أنت دارس في الحوزة؟ نعم. دارس في الحوزة؟ لا ما دارس في الحوزة، أنا لست طالب حوزة، أنا مجرد طالب علم. أمال مين درست؟ طلبت العلم عند من؟ أنا درست العلم وطلبت العلم بيدي من دون ما أحتاج لأحد. طب ازاي وسميت نفسك محاور عقائدي؟ يعني درست العلم بدون ما ترجع لمرجع، ودلوقتي الشيخ حسين المطوع قال ان كل اعمالك باطله. درست العلم اسمح لي عزيزي الله يحفظك، أنا درست في العقائد. فين درست؟ أما فين؟ من سماني محاور هناك من الأساتذة، اسمح لي، هناك من الأساتذة سماني محاور. مين؟ لأن وجدوا حواري وأنا صاحب خبرة بالمسألة والحمد لله. طب مين؟ الآن أنا أماني مو مهم هذا. لا قول لنا بس مين الشيخ اللي سماك محاور، او احنا ان شاء الله احنا في الحوار انا وانت مش هقطع عليك الاتصال. قول لي مين الشيخ اللي سماك أنا ما محاور. قلت الشيخ، أنا قلت عندي أساتذة موجودين في مين؟ مجاميع التليجرام. قول لي مين الاساتذه دول؟ عندي أساتذة موجودين. مين الاساتذه دول؟ ما يخصك هذا المسألة. لا انا عايز اعرف، مش انت واحد بتصنع نفسك كاتب المحاور العقائدي احمد ايهاب الجعفري. قول لي مين اللي قلت لك درس في الحوزه؟ قلت لي لا انا طالب علم. قلت لك طلبت العلم فين؟ قلت لي على ايدك. هو انا بقول لك انت عامل رغيف عيش خبز بتعمل؟ لا لو بتعمل حاجه على ايدك اكل بتاع. لكن قلت لك طلبت العلم فين؟ قلت لي على ايدك عديتها. قلت لك طب مين اللي سماك محاور عقائدي؟ قلت لي اساتذه. قول لي مين الاساتذه اللي سموك محاور عقائدي. اتفضل. عزيزي اول شيء انا اتداخل معك واسالك سؤال. طيب ما انا ان شاء الله باذن الله هسمع سؤالك وانت هتجاوب على سؤال الحلقه. بس قول لي مين الاساتذه اللي سموك محاور عقائدي؟ هو اي حد يجي يسمي نفسه مسميات كده ولا حاجه؟ مين الاساتذه اللي سموك محاور عقائدي؟ اتفضل. يا عزيزي انت شي خصك انت تسالني خلاص كيف خلاص بس يبقى انت ما تقولش انا المحاور عقائدي واسمي مكتوب زي ما قال، علشان ما فيش حد قال عليك كده، علشان انت ما فيش حد مسميك كده، انت بتسمي نفسك وكده. ما هو اللي خلى السيستاني بقى سيد والمرجع الاعلى؟ مين اللي سمى مين اللي لبس السيد السيستاني العمامه؟ اترك السيستاني. طب ليه ما هو ده سؤال برضو في العقائد عندك اهو. هتقول لي عقائد ازاي؟ لان السيستاني الان اللي بيطعن فيه بتكفروه. من البس السيستاني العمامه؟ بس من شهد للسيستاني بالاعلميه؟ تفضل. محاور. من شهد للسيستاني بالاعلميه؟ مين الذي خلاك شيخ ومحاور؟ مين شاهد؟ مين الذي خلاك شيخ ومحاور وانت مين؟ لا انا ما بقولش انا الشيخ المحاور، انا عمري ما قلت انا الشيخ المحاور. انا بقول لك بقى دلوقتي من الذي البس السيستاني العمامه ومن الذي شهد للسيستاني بالاعلميه؟ تفضل. من الذي مين يا عم جاوبني يا عم. المحاور العقائدي بقى مش مسمي نفسك محاور عقائدي وبتخش في التليجرام تسب صحابه النبي صلى الله عليه وسلم. انا سؤالي لك الان بقى، مين اللي لبس السيستاني العمامه ومن الذي شهد للسيستاني بالاعلاميه كي يكون المرجع الاعلى؟ تفضل. هو هذا اسلوبكم. هو انت تهوهو ولا ايه يا المحاور العقائدي؟ مش مهم. خلاص تعالى لسؤالنا اليوم. الله سبحانه وتعالى قال في الايه رقم 173 من سوره البقره في ثنائه على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن الآية رقم 137 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ممكن تقول لي إيه اللي الصحابة آمنوا به وقد اهتدوا؟ هل الصحابة آمنوا بالخمس أو بالمتعة أو بالرجعة أو بالتقية أو بخمس المكاسب؟ هل الصحابة آمنوا بأي شيء من ذلك؟ تفضل. من اول شيء اجاوب ثم اسال السؤال، صح؟ لا ثم اسال السؤال، صح؟ بس احنا عندنا موضوع النهارده اهوت. انت المفروض تجاوبنا عن الموضوع دوت. عزيزي رامي شيخنا العزيز الله يحفظك. نعم. هو انا سؤالي في نفس الموضوع، لكن راح اجاوبك ما دام انت سالتني وانت انا اجاوبك نعم، لكن من حقي ايضا اسال، صح ولا لا؟ طيب ان شاء الله من حقك تسال ان شاء الله وجاوبنا على طيب هذا. لا هو ان شاء الله. والايه نعم. الايه امام الجمهور اهوت:
ايه اللي الصحابه امنوا به وربنا قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا؟ ايه هو نعم. اللي الصحابه امنوا به؟ تفضل. هل امنوا نعم. بالامامه؟ تفضل. تسمح لي يا عم جاوب بقى، بسمح لك. سمحت لك، اتفضل جاوب. يا اخي اعطيني مجال. اتفضل جاوب. الله اكبر، اعطيني مجال. طب انت ليك المجال الان يا المحاور العقائدي في التليجرام احمد الجعفري، المجال ليك الان، تفضل اجب. عزيز تفضل اجب. يا انت تسكت اجاوب على حضرتك. يا عم اجب بقى، الايه قدام الناس، اجب بقى. ايه اللي الصحابه امنوا بيه؟ يا رجل انت تعطيني مجال اجاوب. انت تعطيني مجال اجاوب. اتفضل. اعطيني مجال اتكلم. اتفضل اجب. اتفضل اجب. اول شيء لا اله الا الله، استغفر الله. اول شيء الجواب رقم واحد، انا الان اريد افصل المساله واجاوب على راحتي، صح ولا لا؟ تفضل يا احمد الآن. اجب. يا اخي اعطيني مجال خلي اجاوب حتى بعد ما قال كلمه. اول شيء اعظم الايمان واعظم مسائل العقائديه التي يجب على المسلم الايمان بها هي كلمه لا اله الا الله وتوحيد الله عز وجل. فالذي امن به الصحابه اللي احنا شيعه وسنه نترضى عنهم خارج هؤلاء الذين احنا مختلفين عنهم، امنوا بكلمه لا اله الا الله وحده لا شريك له. هؤلاء منهم الصحابه اللي احنا واهل السنه متفقين عليهم، من الصحابه اللي احنا مختلفين عليهم. مين هم؟ الشيخ رامي فاتح القناه حتى يتكلم عنهم. مين هم بقى؟ قول لي مين الصحابه اللي انا وانت متفق عليهم، اللي هو ربنا قال عنهم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. يعني ربنا كان بيقول لمجموعه بسيطه ل3 4، لو يا 3 4 دول لو امن المشركون واليهود بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق. مين الصحابه؟ اول حاجه كلامك كذب. انت عارف ليه؟ لان عندي ايه تانية بتبين، الايه رقم 14 في سوره البقره، بتبين لي ان جمهور المدينه كان مؤمن وليس منافق. اجيب لك الايه وتقبلها يا محاور العقائد؟ انا ما قلت احد منافق. ما انت بتقول مجموعه، انت بتقول المجموعه اللي متفقين عليها نحن وانتم. المجموعه اللي احنا اتفقنا عليها احنا وانتم 3 أو 4 أو 7 على اختلاف الروايات في كتاب الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني. انا هبين لك الان يا المحاور العقائدي ان جمهور الصحابه، ان الاغلبيه في المدينه كانوا مؤمنين من القران. انت ليش تكذب؟ هبين لك الان من القران مش كذب، هبين لك الان من القران مش كذب. ابني انت ليش تكذب؟ خليتني اكمل. ابنك انت عندك كم سنه؟ انت عندك كم سنه الاول؟ معلش اسمع بابا، ما يخصك، اسمع حبيبي. لا انت مش ابويا. انت لو انا الحمد لله ابويا ما بيلتمش. انا بس عايز ابين لك ان مجموع الصحابه اللي كانوا مؤمنين زي ما ابين لك الان ان مجموع اهل المدينه كانوا مؤمنين. انت قلت لي الصحابه اللي ربنا قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، هؤلاء مجموعه اللي بنتفق عليها انا وانتم. اذكر لي اسمائهم. الله. اذكر لي اسمائهم، تفضل. لا اله الا الله. اذكر لي اسماء اللي اتفقنا عليهم انا وانتم. يعني سبحان الله، انت مثلك كمثل الذي تقول له لا اله الا الله يقول لك كفر. شكرا يا ابي خليني اكمل كلامي. طيب قول لي مين هم؟ انا ما قلت مجموعه بسيطه، احنا الشيعة نعتقد بمجموعه كبيره من الصحابه ونترضى عنهم. طيب. لكن قلنا انا ما كملت كلامي. لا هنمسك واحده وانت معايا اهوت، ولو هنقعد ساعتين مع بعض انا وانت هنمسك واحده. المحاور العقائدي ده، انت اللي سموك محاور عقائدي دول شكلهم النهارده هيعملوا لك بلوك في التليجرام. قلت لي احنا الشيعة بنعتقد ان في مجموعه كبيره من الصحابه كانوا مؤمنين. اذكر لي 10 فقط من المهاجرين و10 فقط من الانصار لم يرتدوا. لا كتير يا رب. اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار من الاعداد كبيره. اذكر لي فقط 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا ليستمع اليهم الجمهور. تفضل. 1. خلصت الان اتكلم؟ خلصت؟ اذكر لي 5 من الانصار و5 من المهاجرين لم يرتدوا. يلا كلامي لا حول ولا قوة الا اكمل كلامي على نفس السؤال اللي انت سألته. لا احنا ماشيين واحدة علشان ابين كل نقطة بتكذب فيها همسكك اربطك اطلع النقطة المكذوبة واخليك تتكلم تاني وابين برضو بطلان مقولتك. انت قلت لي دلوقتي نحن الشيعة نعتقد ان في مجموعة كبيرة من الصحابة مؤمنين. اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا. تفضل يلا. خلصت؟ خلصت انت يعني الان انت خلصت. انت هتسيبنا اكمل؟ انت خلصت يعني اكمل النقطه اللي انا فيها؟ لا ما تكملش. اذكر ال5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا يا احمد ايهاب الجعفري المحاور العقائدي. انت مثل الباب.
حبيبي انت مثل ببغاء، مثل شكرا مش هرد عليك الإساءة. ما انتوا أجدادك قالوا للإمام علي الجمل المخشوش وقضاه قهرا كالجمل المخشوش، وما تقولش رواية معاوية، لا المجلسي بيبينها أيضا، وسمعك سادتك الآن في الحسينيات بيقولوا ذلك، وقالوا للإمام الحسن يا مذل المؤمنين، فما كانوش بيردوا الأئمة، ما كانوش بيردوا عليهم. اذكر لي بقى المجموعة الكبيرة اللي ما ارتدوش عندك دول، ده أصبح ناس أهل رد إلا 3 علي وعمار وسلمان. اذكر لي بقى 5 من المهاجرين و5 من الأنصار لم يرتدوا يا أحمد. يلا بسند صحيح عندك، لا انا مش عايز سند صحيح عندي، انا عايز من كتبك انت ومما تعتقد انت ان تذكر لي 5 من المهاجرين. انت محاور عقائدي بس، ما انا قلت عشان كده قلت لك مين اللي سماك يا حبيبي محاور عقائدي، مين اللي ضحك عليك واداك الاسم دوت. اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا علشان نتبعهم. مش ربنا قال في القران والذين اتبعوهم باحسان، وانت قلت لي في مجموعه كبيره لم يرتدوا. اذكر لي 5 و5 فقط، تفضل. يلا. انت لو رجل تنطيني 5. والله رجل الحمد لله، ما لا ارضى على نسائنا ان تتمتع، ولا ارضى لاخت المتعه، ولا ارضى لام اليائس ان يتعاقب علي اكثر من رجل جمع في دينك. لا الحمد لله راجل. ارجع بقى واسالك تاني بقى، اذكر لي 5 من المهاجرين. انت لو واثق من دينك وشجاع فعلا هتقول لي يا رامي عيسى عندنا ال5 من المهاجرين فلان وفلان 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 وفلان، و5 من الانصار فلان. ما تكلمهم في التليجرام يساعدوك، استعن بصديق من اساتذه التليجرام اللي سموك استاذ محاور عقائدي. لا اله الا الله. يلا اذكر لي بقى، لا اله الا الله جميل. يلا اذكر لي بقى 5 من المهاجرين و5 من الانصار، او قول لي يا رامي عيسى هستعن بصديق وانت معايا اهوت. احنا بقى لنا دلوقتي 12 دقيقه على عدد الائمه الاثني عشر، اللهم صل على محمد وال محمد. 12 دقيقه على عدد الائمه الاثني عشر ومش عارف تذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. شفتم بتكذبوا في التليجرام وتكذبوا في المجموعات، لكن هنا بنيجي بنمسككم نقطه نقطه. يلا اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. يلا. طيب خلصت؟ يلا هسه انت خلصت؟ خلصت. يمكن صارك بال5 دقائق تحكي وانا ما حكيت بس دقيقه. لا ان شاء الله برضه مش هتحكي لما تذكر الاول او تعتذر عن كذبك. اما قلت لي احنا عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا، اما تذكر لي 5 و5 فقط او تقول لي لا. قوه الا بالله. يلا. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب خلصت؟ نقدر نتكلم الان؟ لا حظل تتكلم تقاطع. اذكر لي 5 و5. طيب حلو. انت الان يا اخي انطيني بس دقائق خلي اتكلم. لا حول ولا قوه الا بالله. لا اذكر لي 5 و5. يلا. الان هو الاخ رامي لما سال هذا السؤال اللي ساله لي في البدايه انطيت الجواب، ها رقم 1. لا ما اعطتني الجواب. قلت في الجواب ان هم مجموعه قليله اللي احنا متفقين عليها انا وانتم. نحن وانتم المجموعه دول اللي هم فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا، المجموعه اللي متفقين عليها انا وانتم، والمجموعه دي قليله اصلا اللي احنا متفقين عليهم، كتيرهم قوي يوم ما هيكتروا قوي 7. فانت قلت لي لا احنا عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا. ليه؟ لان انا كنت هديك الايه ديت اللي شايفها الجمهور الان، واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم انما نحن مستهزئون. هذه تدل على ان الصحابه كانوا الاغلبيه، والمنافقين دول كانوا ما بيخلوا الى شياطينهم يقولوا ده احنا معاكم احنا بنكذب عليهم، لان كان الصحابه كانوا هم الاغلبيه المؤمنين. فانا الاغلبيه مؤمنين اهو في المدينه. انت قول لي بقى مين المؤمنين دول؟ تفضل. خلص حتى ينطيني مجال. لا اذكر لي 5 من المهاجرين و5 من الانصار. يلا يا محاور ايه بس؟ مين اللي ضحك عليك وانت صغير وخدك وسماك محاور عقائدي؟ رامي. نعم تفضل. رامي نعم. تريدني انام لحد ما انت تخلص كلامك؟ لا ما تنامش، لان انت لو نمت ممكن يجي معمم ولا حاجه وانت نايم، لان السيد عبد الحليم الغزي بين ان المعممين لهم فروخ. فانا بقول لك ما تنامش علشان اوعى تنام في مكان فيه معممين. المهم بس نرجع لموضوعنا تاني يا استاذ احمد ايهاب الجعفري المحاور العقائدي القوي السباب للصحابه رضي الله عنهم. اذكر لي الان 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا. حطيت نفسك في الموقف ده ليه كذبت وقلت يا احمد الجعفري؟ ليه كذبت وقلت ان الصحابه عندكم مجموعه كبيره لم يرتدوا؟ تفضل اذكر لي الان 5 من المهاجرين و5 من الانصار لم يرتدوا. يلا يا احمد. خلصت؟ خلصت. يلا. لا اله الا الله. طيب ارجع واكمل كلامي. لا مش هتكمل كلامك. هو انت لا اما تكمل كلامك لا اما تنام عند المعممين. يا احمد انا مالي، كمل لي الان مين 5 من مش ربنا قال يا احمد في القران الايه رقم 100 من سوره التوبه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فخلينا نطلع الايه
الآن للناس عشان يقرأوها معانا أهيت والسابقون الأولون. شوف عزيزي المشاهد هذه الآية، شوف هذه الآية عزيزي المشاهد علشان أحمد يشوفها معانا. معلش يا أحمد وأنت معانا كده خلي المشاهد ينظر لهذه الآية. معلش يا أحمد أهي، خلي المشاهد ينظر لهذه الآية أهي. بسم الله. بص عزيزي المشاهد معلش، بص خليك يا أحمد معانا أهي أهي. بص الآية اللي فوق، بص أهي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. فمن هم السابقون والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار اللي ربنا أثنى على اتباعهم يا أحمد. تفضل يا أحمد. ادخل لي عافية جدا موضوع جميل. أول شيء خلينا نتكلم على هاي المسألة اللي أنت ذكرت. بغض النظر أنا لحد الآن سؤالي ما سألت لكن لا أشكال. للمعلومة يا أخواني يا أهل السنة، وأنا أتحدى رامي عيسى أن ينطيني دليل أن معاوية وعمر داخلين في هذه الآية. الله أكبر، يعني عمر مش داخل في هذه الآية، وعمر كان من الكفار، وربنا سبحانه وتعالى ينهى عن زواج المؤمن إن المرأة تتزوج من كافر، فما ينفعش. فللإمام علي زوج ابنته أم كلثوم لعمر. أنا قلت كافر، أنا قلت ما هو دلوقتي لو مش مؤمن هيبقى كافر، لو مش مؤمن هيبقى منافق، وربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، والإمام علي زوجه بنته إزاي؟ طيب الذهبي الذهب انا ماليش دعوه ولا بالذهبي ولا بالفضي. انت رايك ايه دلوقتي؟ الامام الامام علي زوج ابنته ام كلثوم لعمر، فكيف يزوج ام كلثوم لعمر؟ والروايه صححها المجلسي في مرآة العقول في شرح اخبار آل الرسول، الكتاب اللي ورايا دوت عزيزي المشاهد، فالمجلسي صححها. قول لي هم مين بقى؟ تفضل. اشرب شاي. الحمد لله بشرب شاي، ما بشربش بول المعممين ولا بشرب التربه الكربلائيه ولا باكل بالتربه الكربلائيه واعملها قدر الحمصه. الايه اللي انا حبيت ابينها لك دلوقتي عزيزي المشاهد قدامي الان اهوت. الله قال والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. فربنا اثنى على الذين ايها المشاهد الكريم، اثنى على الذين والذين اتبعوهم باحسان. اللي اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات. شاف؟ واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. فانا دلوقتي اللي عايز اعرفه من المحور العقائدي القوي انه يبين لي مين المهاجرين والانصار اللي ربنا وعدهم بالجنه. تفضل يا المحور العقائدي. طيب والله الان ابينها لك. ابين لك من هم. تفضل. من هم؟ طيب والله جدا جميل. انا هم غفلت عني هالمساله الان. ابين لك اخواني، وانا والله اجاوب الان. السابقون الاولون من المهاجرين والانصار اللي يطلب مني الشيخ رامي عيسى ان ابينهم هم الذين الان عادي اذكرهم ولا لا؟ اذكر. تعطيني مجال؟ تعطيني مجال؟ طيب ما اريد اي مقاطعه، والله ساذكرهم قسما بالله. طيب اسمعوا اخواني الان، والله ساذكر لكم من هؤلاء. يا عم اذكر يا عم، ليه المقدمات دي؟ يعني اقول الان اذكر؟ انت بيجيبوا لك الراجل اللي سماك المحاور العقائدي، الاساتذه بيبعتوا لك جواب يعني هذكرها دلوقتي والله هذكر يعني في مجال. يا عم اذكر، قول لي فلان وفلان وفلان من السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. تفضل. لا اله الا الله. اذكر يلا، اذكر بس يلا. اهدى. طيب هادي خالص اهوت. يلا اذكر لنا. يلا اذكر لي الاسامي. اشرب ماي. طب ان شاء الله هنشرب ماي ان شاء الله. يلا اذكر الاسامي. السابقون الاولون اللي انا الان ساذكر لكم كتاب الرواة الثقات للعلامه الذهبي. شفتم؟ ما اقول لك لا يذكرهم، بقول لك لا يذكرهم. هم دول انا بقول لك بيعملوا اساتذه عليهم يعني في التليجرامات، ويجوا يدعسوا تحت اقدام اهل السنه هنا. اذكر يا ولا. يلا مسمي نفسك انا احمد ايهاب الجعفري المحاور العقائدي، شاب اكاديمي، درست وطلبت العلم في الحوزه. يا نهار ابيض، متوسط الخبره فيها، متوسط الخبره في الحوزه يا ولا. اذكر لي بقى مين المهاجرين والانصار. قول لي عقيدتك. انت خايف، دينك باطل، دينك ضعيف. الحركات ديت احنا عارفينها من سنوات. عرفت ليه احنا بنجيب المحاورين اللي امثال هؤلاء يدعسوا؟ قول لي مين اللي ربنا قال واعد والذين اتبعوهم باحسان. قول لي مين اللي اتبعوا من المهاجرين والانصار يا ولا. قول لي مين اللي اتبعوا من المهاجرين والانصار وربنا يدخلني الجنه. لا، والذين اتبعوهم باحسان. مين والذين اتبعوهم باحسان؟ هتبع مين من المهاجرين والانصار؟ ربنا قال والذين اتبعوهم باحسان. هم مين؟ تفضل. يلا.
طيب نرجع نكمل كلامنا. لا قول لي الاول مين المهاجرين والانصار. يعني الاول قلت لي عندنا مجموعه كبيره لم يرتدوا، والاساتذه في التليجرام هيعملوا لك بلوك النهارده بسبب المصيبه اللي انت وقعت فيها دول، لان اصبح الناس اهل رده الا 3 و4 و7. فكيف تكذب وتقول مجموعه جبيره يا محاور عقائدي احمد ايهاب الجعفري؟ الكذبه الثانيه قلت لي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، قلت لي نعم انكم بتتبعوا المهاجرين والانصار وهذكر اسمائهم الان، هذكر اسمائهم الان، وعجزت ان تذكر اسمائهم. يلا اذكر اسمائهم للناس الان، الناس عايزين يسمعوا اسمائهم الان. يلا يا احمد الجعفري تفضل اسمائهم. خلصت؟ يلا اسمائهم. اسماء الصحابه السابقون الاولون مثل ما ذكرنا في البدايه. اسم الكتاب يقول لا مش عايز اسم كتاب، عايز يروح يجيب لك شبهه رواها الذهبي وهنرد عليه علشان يغير الموضوع. لا مش عايزهم، عايزك انت تذكر لي انت اللي لو اتبعتهم. ولا شفتم يا شيعه، شفتم ضعف محاوريكم هؤلاء المعممين في الحوزه، ودوت اللي لسه بيدرس في الحوزه ومسمي نفسه المحاور العقائدي بيقدموه علشان يحاور اهل السنه والجماعه، عاجز عن اثبات هؤلاء. الله سبحانه وتعالى يقول والذين اتبعوهم بإحسان. اللي اتبعوا مين؟ اللي اتبعوا المهاجرون والأنصار. جزاؤهم ايه يا رب بقى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وبعدين الله سبحانه وتعالى قال ذلك الفوز العظيم. فأنا سؤالي لك الآن علشان أفوز يا المحاور العقائدي بالفوز العظيم وأكون في الجنة باتباع هؤلاء المهاجرين والأنصار، قل لي هم من في دينك ودين امك ودين ابائك اللي لو اتبعتهم باحسان الله يدخلني الجنه؟ تفضل. وهم واحد يكفر الاخر. طيب الله اكبر. مين من الصحابه؟ لا الاول حاجه اللي كفر الاخر المدرسه الاخباريه كفرت المدرسه الاصوليه. فدلوقتي عندك صاحب المدرسه الاخباريه النور الطبرسي، هذا العلامه المحدث اللي الشيعه بيشوفوه الان. عايز غير الموضوع هتدعس برضه. هذا العلامه المحدث اللي الشيعه بيشوفوه الان خاتمه المحدثين المرسى الشيخ حسين النور الطبرسي لعنه الله. مكتوب طيب الله ترى هذا الرجل بيكفر كل أصحاب المدرسة الأصولية، وقالوا بأن كتب المدرسة الأصولية نجسة، فما ينفعش إن أنا أمسك كتاب من كتب المدرسة الأصولية إلا بمنديل. لو مسكته كده يقول لك لا تمسك كتب، حتى كتب الخميني ومثل هذه الكتب لا تمس إلا بمناديل عندهم، ولا يصلح ان يمسكها كده. فدول اللي كفروا بعض ولعنوا بعض، اتكلمت عنهم ما اتكلمتش عنهم. ارجع واعيد عليك تاني السؤال، هل تستطيع رجل تستطيع تذكر لي مين هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات؟ ممكن تقول لي لو انا اتبعتهم باحسان اتبع مين؟ لو راجل امام الجميع اذكرهم لي. تفضل. طيب خلصت. روح يلا امشي. شفتم يا شيعه؟ شفتم؟ خلصت. قال الذهبي خلصت. قال ابن حجر ما بقول لك عجز. ودول كبارهم اللي بيحاوروا اهل السنه والجماعه، دول كبارهم اللي يخش يقول لك لو كنت رجل حاور احمد الجعفري، لو كنت رجل حاور احمد ايهاب الجعفري، لو كنت رجل حاوره وبين له الحق. شفتم؟ يعجزون. معتقد مختلق من صنع البشر، فمن أجل ذلك هؤلاء العجزة لا يستطيعون أن إثبات. وسيظل هذا الكتاب داعس دين الإمامية، سيظل هذا الكتاب مدمر لعقائد الإمامية الاثنى عشرية المخالفة. إما أنك تسترجل وتقول إن القرآن حقيقي وتأخذ بذلك، أو تكون مع المعممين وتنام النوم اللي انا قلت لك عليها دلوقتي، وتكون زي النور الطبرسي وتقر بهذا الكتاب اللي بيقول لك القرآن به آيات سخيفة، وبيقول لك القرآن به آيات لا تصلح، وسورة الولاية يا أيها الذين آمنوا بالنبي والولي اللذين بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيم. أو تقول كما قال المجلسي إن القرآن اللي وصل إلينا كان فيه 3 أجزاء، واللي وصل إلينا جزء واحد فقط، وفي جزئين الآن مش موجودين. شفت يا أحمد إيهاب الجعفري؟ احذر أن تلعب مع أسود التوحيد مرة أخرى. خليك كالفأر في قنواتكم في التليجرام، واحذر أن تدخل وتحاول وتفكر أن تناظر أهل السنة والجماعة، ستدعس. وأنت زي ما أنت شايف ما ردتش عليك الإساءة، كانت دعس عليك من الأدلة الواضحة البينة من كتاب الله تبارك وتعالى. كان معكم المحاور الشيعي العقائدي الكبير الأستاذ المحاور أحمد إيهاب الجعفري. الحكم لك أيها الشيعي العاقل. أيها الحبيب، عشان تدعمنا والقناة ما تقفش سوي إعجاب وشارك الفيديو في أكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.